Hello Prep 1 students. في Unit 1 اتكلمنا عن الأتوم وعرفنا إن الأتومز كلهم electrically neutral علشان طبعا ال number of positive protons equal to the number of negative electrons. السبب في ده هو البالانس ما بين البوزيتيف والنيجاتيف تشارجز. طب إيه اللي هيحصل لو البالانس ده حصل فيه disturbance؟ طيب هو أصلا المفروض يحصل disturbance إزاي ما بين البوزيتيف والنيجاتيف؟ يحصل disturbance ما بين البوزيتيف والنيجاتيف by rubbing. يعني إيه rubbing؟ يعني يحصل friction ما بين two different materials. زي مثلا ان انا اجيب ايبونايت رود واعمل له friction ب piece of wool. لما بنعمل friction ما بين two different materials بيبدأ يحصل ترانسفير للإلكترونز من اتومز لواحد من الماتيريالز دول، ويبدأ تتحرك للاتومز بتاعة الماتيريال التانية. كده يبقى حصل unbalance أو disturbance في البالانس ما بين البوزيتيف والنيجاتيف. ففي واحدة من الماتيريالز دول according to losing electrons هتبقى positive، والماتيريال التانية according to gaining number of electrons هتبقى negative. ولازم نخلي بالنا من حاجتين. أول حاجة إن التشارجز اللي اتنقلت من ماتيريال للتانية هي نفس عدد التشارجز، يعني التشارج اللي بقت موجودة عند التو ماتيريالز دول have the same أو equal magnitude. كلمة magnitude معناها نفس النيوميريك فاليو، يعني نفس القيمة بالظبط على قد الإلكترونز اللي اتحركت من ماتيريال هي نفس عدد الإلكترونز اللي هيروح للماتيريال التانية. الحاجة التانية إن هما التشارجز بتاعتهم بقت opposite تشارجز، يعني بقوا عكس بعض، يعني واحد بقى positive والتاني بقى negative. طيب أنا برضو دي حاجات أنا عيني مش شايفاها، مش مصدق إن ده حصل، إن بقى في تشارجز موجودة على two different materials دول، واحد بقى positive واحد بقى negative. أنا مش شايف الكلام ده. لو أخدنا الإيبونايت رود دي وقربناها من light weight paper pieces، يعني قطع من الورق صغننة خالص وزنها خفيف، اللي هيحصل إن إحنا هنلاحظ إن البيبر pieces دي حصل لها attract to the ebonite rod، طبعا after rubbing، بعد ما عملنا له rubbing. طيب ده معناه إيه؟ معناه إن فعلا في تشارجز موجودة على الإيبونايت رود. حد هيقول لي هي التشارجز دي اللي انت عمالة تقولي عليها دي هي دي الإلكتريسيتي؟ هنا بقى محتاجين نركز مع بعض شوية علشان هنقول معلومة مهمة جدا. الالكتريسيتي اللي احنا فاهمينها وعارفينها اللي بتمشي جوه السلك دي، ده نوع من الالكتريسيتي اسمه الكتريك كارنت. الالكتريك كارنت بيحصل فيه فلو او حركه للالكترونز داخل ماتيريالز معينه بنسميهم كوندكتورز، زي مثلا السلك بتاع الشاحن او السلك بتاع اي جهاز كهرباء. لما بنحطه في الفيشه بيحصل ايه؟ بيحصل ان الالكترونز بتبدا تتحرك جوه السلك ده، فطول ما الالكترونز بتتحرك ده بنسميه الكتريك كارنت. والحقيقة ان مش ده الدرس بتاعنا النهاردة، احنا الدرس بتاعنا بيتكلم عن نوع مختلف اول مرة نسمع عنه للإلكتريسيتي، اسمه electrostatic charges او static electricity. يعني ايه كلمة static؟ static يعني التشارجز اللي اتكونت دي اولا هي القيمة بتاعتها او عددها قليل جدا، ما تتقارنش بالانتنستي او بقوة الالكترونز اللي بتتحرك جوه السلك. ده الفرق الاولاني. والفرق التاني وهو الاهم ان الالكترونز دي are settle on the surface of the rubbed part. يعني ايه الكلام ده؟ يعني التشارجز اللي اتكونت دي هي موجودة وقاعدة على السيرفس بتاع البارت اللي احنا عملنا له rubbing without transferring without flow، مش بتتحرك من مكان للتاني. طيب احنا لسه قايلين دلوقتي ان الحركة بتاعت الالكترونز دي بتعتمد على ان الماتيريال تبقى كوندكتور. ده هياخدني لتقسيمة للماتيريالز اللي موجودة حوالينا. هل كل الماتيريالز اللي موجودة حوالينا بتكوندكت الالكتريسيتي؟ لا طبعا. الماتيريالز اللي بتعمل الكتريك كوندكشن هي الماتيريالز اللي عندها الابيليتي ان الالكترونز تعمل فلو ثرو ذم، يعني تمشي من خلالها، زي مثلا كل الميتالز كوبر ايرون الومنيوم، وواحد بس نون ميتال هو عنده الابيليتي دي اللي هو الكربون. لكن other materials زي الوود، بيبر، وول، سلك، جلاس او ايبونايت. الايبونايت ده باي ذا واي هي حاجه شبه البلاستيك كده شويه او الرابر، وهي بتعتبر نون كوندكتنج ماتيريال. يبقى كل الحاجات اللي احنا قلناها دي نون كوندكتنج ماتيريالز، يعني انسيوليترز. يعني ايه برضو؟ يعني الماتيريالز دي do not allow the flow of electrons through them، يعني مش بيسمحوا بان الالكترونز تتحرك من خلالهم. وده السبب اللي خلاني لما عملت رابنج للايبونايت رود فضلت التشارجز موجودة settle on its surface، وشفناها بقى. طبعا دي حاجة احنا مش بنشوفها بعينينا، بس شفنا الإفكت بتاعها لما قربناها من اللايت ويت بيبر بيسز. يعني احنا مثلا لو جربنا أو كررنا العملية دي بالظبط لكن مع كابر رود هيحصل ايه؟ تعالوا نشوف كده. لو أنا جبت رود ميد اوف كابر وعملت لها رابنج برضو بنفس الماتيريال اللي هي الوول أو السلك، وبدأت أعمل رابنج للكابر رود دي وجيت أقربها ل light weight paper pieces،
هلاحظ ان ما حصلش اتراكشن زي ما حصل في الايبونايت. ايه ده بقى؟ انتي قلتي ان لما بيحصل رابنج في تشارج موجودة على السيرفس بتاع الرابد بارت. هل القصة دي ما بتنطبقش على الكوبر؟ لا، هي بتحصل عند الكوبر برضو، لكن الكوبر علشان هو كوندكتور، يعني من الماتيريالز اللي الالكترونز بتتحرك من خلالها، فحصل ليكج او تسريب كده للتشارجز دي، هربت ومشيت جوه الكوبر رود واتنقلت طبعا للبادي بتاعي جسمي، لان انا كمان البادي بتاعنا considered as a conducting material، عشان احنا في 70% من جسمنا ووتر وسولتس طبعا، فده بيخلي جسمنا يبقى كوندكت للالكتريسيتي او بيوصل الكهرباء كويس جدا. فعلشان كده التشارج اللي اتكونت تاني على الكوبر رود حصل لها ليكج او اتحركت، فما بقتش موجودة على المكان اللي انا عملت له رب. طب الحل بتاع القصة دي ايه؟ الحل بتاعها ان احنا لما نيجي نعمل رابنج نعمل انسيوليت للأذر اند، يعني افصل او اعزل الطرف التاني من الكابر رود ده وانا بعمل رابنج للأذر اند، وده ساعتها هيخلي الالكترونز او التشارج ما تتحركش ويحصل لها ليكج زي ما حصل في المرة الاولانية. نجمع بقى الكلام الحلو اللي احنا قلناه ده كله من اول الدرس علشان نعرف احنا النهاردة بنتكلم عن ايه. الدرس بتاعنا النهاردة بيتكلم عن الستاتيك electricity. الستاتيك electricity electric charge settle on the surface of the rubbed part، يعني التشارجز اللي اتكونت دي بيحصل لها accumulate on the surface of object when they lose or gain electrons. نقول تاني كده تعريف الستاتيك electricity أو electrostatic charges، هي charges that accumulate on the surface of object when they lose or gain electrons. يعني هي شوية تشارجز كده بتتجمع وبتبقى موجودة على السيرفس بتاع الأوبجكت ده في حالة انه عمل لوز او عمل جين للإلكترونز. بعد ما شرحنا موضوع الستاتيك إلكتريسيتي بدأ يفسر لنا ليه احنا بنفيل slight electric shock when touching a metal door handle after walking barefoot on the carpet. لما بنيجي نلمس او نمسك الأكرة بتاعة الباب اللي هي ميتال طبعا بنحس بكهرباء سريعة وصغيرة جدا كده خفيفة قوي لما بنبقى طبعا قبلها بير فوت، يعني مش لابسين حاجة في رجلنا، وكمان ماشيين اون كاربت، لان طول ما انا ماشي على الكاربت بيحصل فريكشن او رابنج زي ما كنا بنعمل من شوية ما بين رجلي وما بين الكاربت، وده بيخلي فيه الكتريك تشارج موجودة على البادي بتاعي. فاول لما بلمس اي حاجة زي الدور هاندل بيبدأ يحصل بقى حاجة، خلي بالنا من الكلمة دي، بيبدأ يحصل discharge معناه ان التشارج اللي موجودة على البادي بتاعي بتبدأ يحصل لها ترانسفير للبارت التاني اللي انا بدأت ألمسه ده، ومن هنا بنحس بالكهرباء الخفيفة اللي بنحسها دي. او مثلا بنسمع slightly crackling sound when taking off woolen cloth in winter. في الشتاء بالذات لما بنبقى لابسين ملابس معمولة من الصوف وبنيجي كده نحرك الجاكيت اللي احنا لابسينه ده بنسمع صوت تكتكة كده، دي صوت الستاتيك الكتريسيتي، وده نتيجة للفريكشن ما بين اللبس الصوف اللي احنا لابسينه، فالإلكتريك تشارجز اللي موجودة على البادي دي بيبدأ يحصل لها discharge. في عالم اسمه تشارلز أوغستين دي كولوم، وده is a French physicist who formulate the law describing the electric force between charged particles. ده عالم فرنساوي هو اللي فسر لنا القصة بتاعة الإلكتريسيتي دي، واتكلم كمان عن الإلكتريك فورس اللي موجودة ما بين التشارجز. الإلكتريك فورس دي حاجة هنتكلم عليها بعد شوية. واخترع كده قانون سميناه كولومز لو، وليه شغل كبير جدا في القصة بتاعة الإلكتريسيتي دي، وسمينا اليونت بتاعة الإلكتريك تشارج دي على اسمها كولوم. وفي جهاز كمان اسمه كولوم ميتر، والجهاز ده بيستخدم علشان يقيس أو يعمل ميجر للweak electric charges. يبقى الweak electric charges are measured by using a device known as coulomb meter and are measured in units of coulomb. لو رجعنا كده تاني للإيبونايت رود وقطعة السلك اللي احنا عملنا لهم rubbing with each others، عايز أسأل سؤال، اشمعنى حصل ترانسفير للإلكترونز من السلك للإيبونايت وما حصلش العكس؟ الحقيقة ان الموضوع ده بيعتمد على الإلكتروستاتيك سيريس. مين هي الإلكتروستاتيك سيريس؟ هو arrangement للماتيريالز according to easiness of losing electrons when rubbed together. يعني مرتبين الماتيريالز بحيث ان الهاير materials on the series، يعني الماتيريالز اللي موجودة فوق دي بتبقى positively charged لأنها الابيليتي بتاعت اللوزنج بتاعتها بيبقى عالي، لكن الماتيريالز اللي موجودة lower on the series اللي موجودة تحت في السيريس أو في الترتيب أو في الارينجمنت ده
بتبقى negatively charged لان هي بتتند to gain electrons. تعالوا كده نشوف الالكتروستاتيك سيريز دي الترتيب فيها شكله عامل ازاي. اول حاجة الجلاس، wood، synthetic leather يعني الجلد المصنع الصناعي مش الطبيعي، silk، wool، cotton، paper and ebonite. طيب تاني الترتيب بتاعهم كده لو شايفين السهم اللي نازل ده بيقول لي ان الماتيريالز اللي موجودة فوق هي اللي بتعمل لوز فعشان كده بتبقى positive، والماتيريالز اللي موجودة تحت بتعمل جين علشان كده بتبقى نيجاتيف. لو خدنا as an example مثلا السلك، لو انا عملت رابنج ما بين الجلاس والسلك، الجلاس هيبقى positive والسلك هيبقى نيجاتيف. طيب لو عملت رابنج ما بين السلك والايبونايت هلاقي ان السلك هو اللي هيبقى بوزيتيف والايبونايت هتبقى نيجاتيف. يعني الموضوع محتاج تركيز مننا كده ان احنا نحفظ الترتيب بتاعهم، لان ممكن نفس الماتيريال لما نعمل لها رابنج بماتيريال تانية ممكن تبقى ساعات بوزيتيف وتبقى ساعات نيجاتيف. هنتكلم دلوقتي عن حاجة اسمها electric forces. لو جبنا ماتيريال وعملنا لها hanged to move freely يعني معلقينها كده علشان تتحرك بحرية، وقربنا منها other charged material، ايه اللي هيحصل؟ لقينا ان التو materials if they have the same type of electric charges يعني positive مع positive او negative مع negative، هنلاحظ ان بيحصل ما بينهم repulsion يعني الاتنين بيبعدوا عن بعض، فكده في فورس موجودة بينهم والفورس دي a repulsion electric force. طيب لو كانوا two different charges يعني positive مع negative، هنلاحظ ان هيحصل attraction between different charges. فلو تخيلنا دلوقتي ان انا عندي path of beam of subatomic particles اللي هم protons والكترونز ونيوترونز passed separately through an electric field. يعني لو انا معدي او في subatomic particles اللي هم الثلاثه اللي احنا لسه قايلين عليهم دول في electric field وفي two different plates موجودين زي ما احنا شايفين في الصورة قدامنا كده، هنلاحظ طبعا ان الالكترونز هيحصل لها deviated يعني هتغير المسار بتاعها وتتحرك ناحية البوزيتيف بليت طبعا because they are negatively charged اللي هم الالكترونز، واحنا عارفين ان في فورس ما بين الديفرنت تشارج وبيحصل ما بينهم attraction. والبروتونز هيحصل لها deviate toward the negative plate because they are positively charged اللي هم البروتونز، فهيروحوا للديفرنت تشارجز بتاعتهم اللي هي النيجاتيف. لكن النيوترونز will pass in a straight line without deviation because they are neutrally charged، فما عندهمش تشارجز فمش هيحصل لها اي deviation وهتفضل ماشيه في straight line. احنا بقى بنستفيد من القصه بتاعت الالكتروستاتيك دي في حاجه اسمها الكتروستاتيك بليتنج. يعني لو انا عندي بيس اوف ميتال قطعه من الميتال وعايز اعمل لها بليتنج يعني عايز ادهنها، طب هو ايه علاقه الالكتريسيتي بالموضوع؟ ما احنا عادي هنمسك الفرشه وندهنها بالفرشه. لا احنا عندنا فكره تانية. لو احنا الاوبجكت that we want to plate عملنا له تشارج بالنيجاتيف الكتريك تشارج وجبنا السبراي اللي احنا هنعمل بيه بينتنج ده وعملنا له تشارج ببوزيتيف الكتريك تشارج، when sprayed البارتيكلز بتاعت البوزيتيف attracted to the object to be plated due to the difference in their charges. يعني هيحصل attraction ما بين البوزيتيف paint particles والنيجاتيف charges اللي موجودة على البيس اوف ميتال على قطعة الميتال دي. طيب وإيه بقى فايدة القصة اللي احنا حكيناها دي؟ أولاً ensure an even layer of paint، يعني احنا كده هنتأكد ان بقى في توزيع بالتساوي للبينت على كل حتة بالظبط على الميتال. تاني حاجة reduces paint waste، يعني احنا بدل ما نقعد ندهن بالفرشة ويبقى فيه extra paint فاحنا كده بنقلل الويست paint. تعالوا نتكلم عن حاجة اسمها electric field. الأول عاوزين نسأل سؤال، هل احنا من الأول خالص كده لما كنا بنتكلم عن الايبونايت رود وقربناها من اللايت ويت pieces of paper هل حصل اتراكشن والايبونايت رود دي بعيدة جدا أو في مسافة كبيرة ما بينها أو ما بين الورق الصغير ده؟ لا طبعا احنا محتاجين نقرب الايبونايت رود دي مسافة معينة عشان يظهر الإفكت بتاع الإلكتريسيتي اللي احنا بنتكلم عليه، وده معناه ان في حاجة هنتكلم عليها دلوقتي اسمها إلكتريك فيلد. الإلكتريك فيلد دي هي ريجن أو سبيس بيسراوند الإلكتريك تشارج اللي فيه بيظهر الإفكت بتاع الإلكتريسيتي. نقول تاني، احنا لما جينا نقرب الايبونايت رود للبيبر بيسز لازم نقربها لمسافة معينة علشان في سبيس أو في اريا في منطقة حوالين إلكتريك تشارجز دي بيظهر فيها الإفكت بتاع الإلكتريسيتي.
فالمكان اللي موجود حوالين التشارجز دي بنسميها إلكتريك فيلد. طيب ما احنا للأسف دي حاجة احنا عيننا مش بتشوفها، فاحنا هنبدأ نعبر عنها بلاينز، واللاينز دي imaginary يعني هي حاجة تخيلية لأنها طبعا احنا مش بنشوفها. فاحنا هنتخيل مع بعض كده ايه اللي بيحصل لو انا معايا small free moving positive charge وحطيتها في الإلكتريك فيلد ده. طيب تعالوا ناخد الأمثلة عشان نفهم أكتر أنا أقصد إيه. دلوقتي أنا لو عندي positive charge وقربت منها positive charge تانية، إيه اللي هيحصل؟ يحصل repulsion أو هيتحرك من البوزيتيف outside. فلما جينا نرسم اللاينز رسمناها بالشكل الدايركشن اللي احنا شايفينه قدامنا ده. لكن العكس هيحصل لو أنا عندي negative charge وقربت منها free moving positive charge. اللي هيحصل إن هيحصل attraction طبعا عشان هما different. فاللاينز او الايماجينري لاينز بتاعه النيجاتيف تشارج هتبقى بالشكل اللي مرسوم قدامنا ده، والدايركشن هيبقى toward the negative charge. طيب لو تخيلت ان التو different charges موجودين قدامي كده، اللي هو واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف، طبعا المنطقه او الفيلد اللي ما بينهم هيتحرك فيه اللاينز، الخطوط هتترسم بالشكل اللي احنا شايفينه ده from positive to negative. تمام كده؟ لكن لو هم similar charges، لو 2 negative أو 2 positive، فهيحصل ما بينهم repulsion، يعني الاتنين هيبعدوا عن بعض برضو زي ما الرسمة موضحة قدامنا كده. طيب what about الإلكتريك فورس بقى ما بين التو ميتالز بليت؟ يعني لو أنا عندي دلوقتي ميتال وميتال، والميتال الأولاني ده positive والتاني ده negative، فالحركة بتاعة الفيلد هتبقى من البوزيتيف للنيجاتيف. ونفس الموضوع بالظبط لو أنا عندي تشارج واحدة positive وقربتها من ميتال بليت charged with a negative charge، فالحركة أو الفيلد هيبان بالشكل ده، أو اللاينز هتترسم بالطريقة دي. آخر حاجة معانا هنتكلم فيها في درس النهاردة هي الإلكتروسكوب ديفايس. مين هو الإلكتروسكوب؟ الإلكتروسكوب عبارة عن copper disk, copper rod, glass container and 2 gold leaves. يعني هجيب ديسك معمول من الكبر وعصاية متوصلة بيه معمولة برضو من الكبر، هثبت فيهم من تحت 2 ليفز من الجولد، يعني ورقتين خفاف خالص معمولين من الجولد أو ممكن حتى الألمنيوم. فايدة الإلكتروسكوب ده عنده فايدتين. الأولانية to detect the electric state of an object. أنا معايا دلوقتي object وعايز أعرف هو charged ولا uncharged. أول حاجة عايزة أتأكد إن الإلكتروسكوب ده uncharged. أعمل إيه؟ touch the metal disk of electroscope with your hand، يعني هنحط إيدينا فوق الإلكتروسكوب كده to ensure it is not charged by any electric charges، عشان أتأكد إن هو ما فيهوش أي charges. طب أنا لما بحط إيدي كده بعمل إيه؟ لو في أي charges موجودة فيه positive أو negative هتبدأ تتحرك وتروح لإيدي، فكده هتأكد إن هو uncharged وما فيهوش أي شحنات خالص. طيب ستيب نمبر 2، هنجيب بقى الأوبجكت اللي احنا عايزين نعمل له تيست ده ونقربه من الإلكتروسكوب لحد ما يعمل تاتش أو يلمس بس الكوبر ديسك اللي موجود فوق ده. أول ما بيعمل تاتش للكوبر ديسك، لو التو ليفز بتوع الإلكتروسكوب اللي هما معمولين من الجولد اللي موجودين تحت دول do not diverge، يعني ما تحركوش وبعدوا عن بعض، ده معناه إن الماتيريال اللي في إيدي أو الأوبجكت ده uncharged، مش مشحون وما فيهوش أي شحنات. لكن لو قربت الأوبجكت من الكوبر ديسك ده لحد ما عمل له تاتش ولمسه، فهنلاحظ ان التو ليفز اللي موجودين تحت دول بتوع الإلكتروسكوب هيحصل لهم دايفيرج. يعني ايه دايفيرج؟ يعني هيبعدوا عن بعض زي ما احنا شايفين كده. طب انا عايزه افهم الحركه دي حصلت ازاي برضو. فلو تخيلنا مثلا ان الأوبجكت اللي انا ماسكه في ايدي ده اللي تشارج بتاعته بوزيتيف، اول ما بيعمل تاتش او بس بيلمس الكوبر ديسك ده بتبدأ التشارجز بتاعته تتنقل اوتوماتيكلي، ذا سيم تشارج تتنقل للكوبر ديسك ده، والكوبر ده متوصل بالكوبر رود اللي متوصل برضو بالليفز اللي موجودة تحت. فالتو ليفز دول هيبقوا التشارج بتاعتهم ايه؟ الاتنين بوزيتيف، فيبعدوا عن بعض لان الاتنين هاف ذا سيم تشارج، فيحصل ما بينهم ريبالشن، فيحصل الدايفيرج اللي احنا شايفينه ده. تمام كده؟ حد هيقول لي طيب هو ليه احنا لما عملنا تاتشنج ليه ما بقاش الكوبر ديسك ده نيجاتيف تشارج؟ قال لي علشان دي طريقة تانية مختلفة عن الرابنج. لما كنا بنعمل رابنج كان بيتحرك الإلكترون من ماتيريال للتانية، فواحد يبقى بوزيتيف واحد يبقى نيجاتيف. اللي حاصل قدامي ده حاجة اسمها charging by contact. مجرد ما التو بوديز بيعملوا تاتش، يعني مجرد ما يلمسوا بعض من غير ما يحصل رابنج، ان نفس التشارج بتتنقل من البادي الأول للبادي التاني، ما بيبقوش different charges.
نوضح كده الجزء ده تاني علشان ما نتلخبطش. لو عملت رابنج ما بين two different materials، واحد بيعمل لوز واحد بيعمل جين according to الالكتروستاتيك سيريس اللي اتكلمنا عليها، لكن في حالة التاتش مجرد ما بيلمسوا بعض الobject to be charged acquire أو بياخد the same type of charge as the touching object، بياخد نفس شحنة أو نفس التشارج بتاعة الobject اللي لمسه. ده اللي بيفسر لي دلوقتي ليه الرود ده بوزيتيف والكوبر ديسك بوزيتيف والشيتس اللي تحت كمان أو الليفز اللي تحت كمان بقت بوزيتيف، لأن اللي حصل إن التشارجز اتنقلت بالكونتاكت ما اتنقلتش بالرابنج. تمام كده. نروح بقى للاستخدام التاني للإلكتروسكوب is used to determine the type of charge on a charged object. يعني أنا كمان أقدر أعرف إذا كان هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. طيب نعمل إيه؟ المرة دي الإلكتروسكوب لما نستخدمه هيبقى تشارجد أصلا، يعني هنخليه مشحون مثلا بشحنة بوزيتيف، وبعدين نجيب الأوبجكت اللي احنا عايزين نعمل له تيست ده ونعرف هو بوزيتيف ولا نيجاتيف ونقربه من الكوبر ديسك without touching it، من غير بقى ما نخليهم يحصل تاتش ما بينهم. واحنا دلوقتي فاهمين احنا مش هنخليه يحصل تاتش ليه. عندي حاجة من الاتنين، لو التو جولد ليفز اللي موجودين تحت دول الدايفرجنس ما بينهم زاد، يعني بعدوا عن بعض اكتر واكتر، ده معناه ان الاوبجكت اللي في ايدي ده نفس التشارج بتاعت التو ليفز، يبقى ده بوزيتيف. لكن لو حصل ان التو ليفز اوف جولد الدايفرجنس بتوين ذم ديكريز، يعني قربوا لبعض، ده معناه ان التشارج بتاعت الاوبجكت اللي انا ماسكه في ايدي ده نيجاتيف، الاوبوزيت تشارج بتاعت الالكتروسكوب تشارج. وبكده يبقى احنا عرفنا اهميه استخدام الالكتروسكوب، انه بيستخدم في حالتين. الحاله الاولانيه انه يعرفني اذا كان البادي ده تشارجد ولا نوت تشارجد، والحاله الثانيه انه يبقى اصلا مشحون بشحنه معينه، فاقدر بالتست اللي احنا قلنا عليه ده نعرف اذا كان الاوبجكت ده بوزيتيف او نيجاتيف. في تو لايف ابليكيشنز ليهم علاقه بالقصه دي. الاولاني ان الفيول ترانسبورت فيكلز have metal chain that dangle to touch the ground. دايما العربيات اللي بتنقل فيول او بتنقل بنزين بنلاقي ان في تشين سلاسل من الميتالز لمسه الارض وبتجرجر في الارض كده والعربيه ماشيه. ولما سالناهم هو انتوا بتعملوا كده ليه، قالوا لنا علشان احنا كده بنعمل ديس تشارج للالكتريك تشارجز. قلنا لهم طب والالكتريك تشارجز دي جت منين اللي انتوا عايزين تفرغوها او تخرجوها من العربية وهي ماشية؟ هي أصلا اتكونت ليه؟ قال لي ده جه نتيجة الفريكشن ما بين الفيول with the surface of fuel tank. طبعا نتيجة للحركة بتاعة الفيول أو البنزين جوه التانك، ده بيعمل فريكشن وده بيخلي فيه electric charge. فاحنا علشان to prevent fuel combustion، عشان نمنع ان يحصل احتراق للوقود ده او ان هو يحصل فيه ان هو يولع، فاحنا بنحط ميتال تشين وبنخليها تلمس الأرض عشان تعمل discharge. نفس الفكرة بالظبط في اللايتنينج رود، في عواميد بتاعة الإنارة بتبقى برضو ميتال رود فيها تو اندز. اللور اند بيبقى بارد اندر ذا جراوند، يعني الجزء المعدن طرف من المعدن ده بيبقى مدفون تحت الأرض، والأبر اند أو الطرف التاني ده بيبقى بوينتد، يعني بيبقى مدبب للأعلى كده أو باصص لفوق كده، علشان يسمح بالتشارجز اللي هتجيله أو يحصل لها ترانسفير من الكلاود لللايتنينج رود ده انها تتحرك من خلال، طبعا عشان هو معمول من الميتال فهتتحرك من خلالها وتحصل لها discharge للارض without causing any damage to the building، من غير ما تتاثر المباني بوجود التشارجز دي، وانها بتقوم يعني بتفريغ الشحنات دي عشان البيلدينج ما يتاثرش. وده طبعا بيساعد جدا في البروتكشن للبيلدينج من اللايتنينج سترايكس او من الضربات بتاعه البرق، لان احنا طبعا لما بنشوف لما البرق بيحصل بيبقى كأن في كهرباء كده في السماء، فوجود الأعمدة الإنارة اللي معمولة من الميتالز دي بتعمل ديستشارج أو بتحرك الشحنات دي، فتمنع إن المباني أو الحاجات دي تتحرك. هنلاحظ كمان إن الحاجات الميتال دي بتبقى موجودة دايما على المباني العالية جدا، هتلاقيها مثلا موجودة فوق الهرم أو فوق ناطحات السحاب، لأن اللايتنينج سترايك ده ممكن يدمر المباني ويسبب فيها كراكس، يعني يسبب فيها تشققات، وممكن المبنى يقع من قوة الضربة بتاعة اللايتنينج. كده يبقى خلصنا مع بعض أول درس في يونت 2. أشوفكم على خير في الدرس اللي جاي.